اللعيب بيخرج عن النص. انت في منتخب مصر مش النادي، يعني المنتخب متاح لكل اللعيبه، اللي مستواه بيقل او اللي بيغلط ما بيمشيش زي ما عمرو بيقول على النص او النظام اللي الراجل حاطه، لا يتحمل يعني الاخطاء بتاعته. وانا مش عارف اللعيبه زعلانه ليه يعني. طب ما تريزيجيه ما لعبش يعني، ما بداش وراجل نجم ومكسر الدنيا في اوروبا. ناس كتيره برضو نفس الكلام. علي جبر ما بداش. ايه المشكله يعني؟ ما عادي، اللي يلعب يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش. انت في النهايه في منتخب مصر، وحتى اللي ما لعبوش وعاملين المشكله هم ما كانوش لعيبه اساسيه الفتره اللي فاتت. يعني امام عاشور بقى له فتره كبيره، كان مصاب. حسين الشحات بقى له فتره كبيره ما بيلعبش بشكل اساسي مع المنتخب نتيجه للزحمه اللي موجوده. يعني ممكن نوعا ما شويه طارق حامد، لان هو برده خايف على مكانه وشايف ان مروان عطيه بيتم تحضيره في الحته دي. لكن برده في النهايه ده منتخب مصر، يعني زي ما اتكلمنا. والناس للاسف رابطه ان اصل هو عشان خد ابو الفتوح وخد محمد صبحي فاللعيبه اتجرأت عليه وعملت كده. لا، هي مالهاش علاقه. والراجل في النهايه بيقيم فنيا، ولما لا اللعيبه على المستوى الفني